شباب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي هنبدأ المراجعة بتاعتنا للجرامر، ولكن الفيديو ده شرح فقط. الفيديوهات التانية او في المراجعة مع بعضينا في السناتر طبعا فيها شرح وفيها اسئلة، ولكن هنا شرح فقط. بفكرك بالقواعد بطريقة سهلة وبسيطة، تقدر ان انت تحل اي سؤال على اي قاعدة سواء تشوز او ري رايت في اي امتحان بطريقة بسيطة وسهلة. وخلي بالنا ان احنا عندنا بعض الحاجات في الجرامر، وعموما اي حد بيدرس جرامر او بيتعلم جرامر في الانجليش، الجرامر تقدر تستخدمه وانت بتكتب جمل في الباراجراف، تمام، او انت بتجاوب قطع، او عموما كتطوير للغه. طيب نبدا الاول. عندنا في جرامر يونت 7، لو حد فاكر معايا هنفتكر مع بعضينا كده، كان عندنا اف والحالات بتاعتها. اول حاجه عندنا يا شباب في قاعده اف الحاله الصفريه. الحاله الصفريه بتتكلم عن حقائق او ظواهر طبيعيه، يعني حاجه بمعنى اصح كده، حاجه من عند ربنا، انا كبشر ما اقدرش اغيرها. فخد بالك ان الحاله الصفريه هنا مضارع بسيط وهنا مضارع بسيط. المضارع البسيط ده اي او وي او يو او ذي وراهم الفعل في المصدر. طب هي او شي او ات هناخد الفعل نحط له اس التحقق. طيب ما تنساش، بصوا كده كده معايا، if you freeze water، لو انت بتسقع الميه it turns into ice، هتتحول لتلج. بس يبقى مضارع نكمل مضارع. فخدوا بالكم ان هنا يو بيجي وراها المصدر، انما ات اللي عايده على الميه دي بناخد الفعل نحط له اس التحقق. طيب ننزل على الحاله الاولى. الحاله الاولى كانت بتقول مضارع، الناحيه الثانيه ويل. طب ما فيش ويل، حط كان او ماي، بس الاساسي ويل وبعديهم الفعل في المصدر اهو. if you work hard لو بتعمل بجد، if معناها لو او اذا، لو بتعمل بجد الناحيه الثانيه ادي will وادي المصدر will succeed، you will succeed. if you go to London لو بتروح لندن you will see red buses، تمام، هتشوف اتوبيسات لونها احمر. طيب انزل معايا. لو مفيش will يا شباب ممكن نحط should مع النصيحة. يعني مثلا if you want to succeed لو انت عايز تنجح you should study hard، يجب عليك ان تعمل بجد. بس دي الحالة الوحيدة اللي ممكن نشيل فيها will. طيب بص هنا if he study ولا studies شلت الواي وحطيت مكانها اي اس، الناحية التانية he will succeed مضارع، يبقى الناحية التانية will. طيب بديل if لو قال لك حط should في الكلام، هتبدأ الكلام بشود. should بيجي وراها ضمير او اسم، بعد كده الفعل في المصدر اهو. should ضمير، بعد كده الفعل في المصدر، الناحية التانية ادي will والمصدر. فخد بالك ان ممكن يجي لك سؤال زي كده يقول لك لو سمحت should فري رايت، هتروح عامل ايه؟ should اشطب على اف should he study، عشان should بيجي مع الفعل في المصدر. الناحية التانية كمل الجملة عادي جدا 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 جدا، مفيش اي مشكلة. النفي بتاع will won't، 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 محدش ينسى النفي بتاع will won't. طيب بص على دي بقى، دي بتيجي كتير في الامتحانات، الحتة دي كده بيقول لك if you meet رانيا، المفروض ده مضارع، الناحيه الثانيه نحط will والمصدر. بس will عشان تيجي في الكلام زي ما انتم شايفين كده، هنا will بيجي قبلها ضمير او اسم، هنا مفيش ولا ضمير ولا اسم، في فصل على طول هنا كده، هنا في فصل على طول. فالفصل وراها النقط هتختار الفعل في المصدر على طول. الفصل وراها النقط هتختار الفعل في المصدر على طول، محدش ينسى لو سمحت. طيب عندك برضو if عكسها unless، اذا لو او اذا لم. unless يا شباب لازم جمله من الاثنين فيهم نفي او معنى سلبي زي كده، يعني if زيها زي unless في كل حاجه، ولكن لازم 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 جمله من الاثنين معنى سلبي. بص if you don't study hard you won't pass the exam. if اهو في الجملتين في نفي صح. طب انا جيت بقول لك لو سمحت حط لي هنا unless. unless اصلا نفي، شيل النفي من جمله من الاثنين. انا رايي شيل دونت. ليه شيل دونت؟ دي انت جايبها من دماغك او الشخص اللي بيحل جايبها من دماغه، لكن ويل القاعده اصلا بتتكلم على ويل، تمام. فويل هتبقى وونت بس اهو unless you study hard، اذا لم تذاكر بجد you want to pass the exam، مش هتنجح. طيب لو عايز تحط without بديل الاف، without معناها بدون، بيجي وراها verb plus ing. without معناها بدون، بيجي وراها verb plus ing. طيب الناحية التانية كمل عادي جدا مفيش أي مشكلة، أدي will والمصدر أو النفي بتاعه want والمصدر. طب في حاجة تانية اسمها but for. but for يعني بدون، بيجي وراها noun أو verb plus ing، يعني ممكن أشيل without وأحط but for عادي جدا، بس الأساسي without بيجي وراها verb plus ing أو noun، إنما but for بيجي برضو وراها verb plus ing أو noun، بس الأساسي بالنسبة لك وبالنسبة لك كمذاكرة without.
عندنا برضو in case of يعني في حالة بيجي وراها noun أو verb plus ing. بيجي وراها إيه تاني يا جماعة؟ noun أو verb plus ing. تمام. in case of studying hard في حالة المذاكرة بجد you will pass the exam. طب in case بس من غير of بيجي وراها جملة يعني إيه؟ in case you study hard you will pass the exam. you هنا و you هنا، فمحدش ينسى برضو لو سمحت. وخلي بالنا in case of مشهورة جدا 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 بكلمة an emergency، حالة الطوارئ. هكتبها لكم هنا اكتبها لكم هنا an emergency، حالة الطوارئ بتيجي كتير جدا مع كلمة in case of. في حالة الطوارئ هيحصل كذا. خش بينا او يلا بينا على الحالة التانية. الحالة الأولى بقى نفتكر الحالة الأولى. طيب الحالة الأولى قلنا مضارع، يبقى الناحية التانية will. طب الحالة التانية ماضي، يبقى الناحية التانية would. بص have يملك ولا had كان يملك؟ كان يملك. بدل will خليها would، بس بدل will خليها would. ما تنساش ان في هنا حالة شاذة اسمها if I were ووراها صفة او اسم غير عاقل. if I were يعني انا لو كنت مكانك. لو لقيت if I were دي موجودة في اي جملة من الجمل، الناحية التانية would والمصدر ده اختصار would، عشان would دايما وراها الفعل في المصدر. if I were. طيب بص معايا، if everyone practice ولا practiced gratitude، مارس الشكر يعني بقى شاكر او ممتن لاي حد بيعمل له حاجه كويسه او لكل حاجه بتحصل حواليه، يعني دايما راضي او قنوع بحياته فبيقول الحمد لله. الناحيه الثانيه would والمصدر. الناحيه الثانيه يا جماعه would والمصدر. طيب بص على اللي بعديها if I were. ادي اهو if I were، انا لو كنت. I ما بتاخدش were بس ده لفظ expression بيجي مع بعضه كده، تعبير بيجي مع بعض. تمام اهو if I were rich، لو أنا كنت غني I would help a hospital، كنت هساعد المستشفى. طيب if I had a free time، لو كان عندي وقت فراغ I would go. طب لو بدأت بهاد، الناحية التانية برضو would والمصدر، بس خد بالك had وراها ضمير أو اسم، بعد كده اسم غير عاقل. اسم غير عاقل مش فعل، ما ينفعش فعل. تمام. فعل دي حاجة تانية. طيب if I visited أو visited جيزة، الناحية التانية would see. ماضي بكمل ماضي. طيب في حاجة كمان ممكن يجي يقول لك ابدأ ب where، هتبقى where شيل if where I، بس where قاعدتها ايه بقى؟ where بعد كده الضمير أو الاسم، بعد كده to، بعد كده الفعل في المصدر، بعد كده to، بعد كده الفعل فين؟ في المصدر، بعد كده to، بعد كده الفعل فين؟ في المصدر. يبقى where ضمير أو اسم، بعد كده to، بعد كده المصدر. وكمل الجملة التانية عادي جدا، بس هنا في النص في كما. كمل الجملة التانية عادي جدا would والمصدر. طيب في برضو مثال مشهور if I were you، أنا لو كنت مكانك، الناحية التانية would والمصدر. طيب في حاجة برضو كمان أهو if I were you، أنا لو كنت مكانك، الناحية التانية would والمصدر. طب في حاجة تانية اسمها if it weren't for، دايما بيجي معاها حرف الجر for. if it weren't for، مش were دي ماضي، ده لفظ كده برضو if it weren't for يعني لو ما كانش حصل كذا، ماضي يبقى الناحية التانية ماضي يعني الناحية التانية would والمصدر. طيب نيجي على الحالة الثالثة. ايه الحالة الثالثة يا شباب؟ بتتكلم ان اف وراها هاد والتصريف الثالث، الناحية الثانية would وهاف والتصريف الثالث. ادي اف هاد والتصريف الثالث would وهاف والتصريف الثالث للفعل. بس كده. بعد كده عندنا يا شباب اف وادي هاد والتصريف الثالث، الناحية الثانية would وهاف والتصريف الثالث. صح كده؟ حلو قوي. بص بقى لو جه قال لك في جملة زي دي لو سمحت ابدأ بهاد، لو سمحت ابدأ بهاد، هتروح انت عامل ايه؟ بص بقى شاطر على اف وبادئ بهاد، تبقى had I thanked my friends earlier they would have felt appreciated sooner. لو انا شكرت صحابي الاول هيكونوا شاكرين او ممتنين او مقدرين او محترميني في اللي جاي فيما بعد. بس كده. يبقى عندك لو قال لك ابدأ بشود، شود وراها ضمير او اسم بعد كده مصدر. طب لو قال لك ابدأ بوير، وير وراها ضمير او اسم بعد كده تو والمصدر، او وير زائد ضمير او اسم زائد صفة. طب قال لك ابدأ هاد زائد ضمير او اسم بعد كده اسم غير عاقل، يبقى الناحية التانية would والمصدر. طب قبل لك ابدأ بهاد وفي فعل في التصريف الثالث، يبقى هاد زائد ضمير او اسم زائد التصريف الثالث، الناحية التانية would وهاف والتصريف الثالث للفعل. طيب اف وبدايلها اهم. الخلاصة ادي اف وادي بدايلها اهم. تاني ادي اف وادي بدايلها اهم. اوكي ادي اف يا جماعه وادي بدايلها هم اللي احنا لسه متكلمين فيهم من شويه. لو سمحت if it weren't for بيجي معاها الناحيه الثانيه would والمصدر زي كده. تمام اهو زي كده.
وفور ده حرف جر، لو جالك وراه فعل خد الفعل حط له ing. طب if it hadn't been for، تاني if it hadn't been for يا شباب عشان بس الناس كلها تبقى فاهمة. لو if it hadn't been for هتعمل ايه؟ هتروح حاطط would و have والتصريف التالت للفعل. هتروح حاطط would و have والتصريف التالت للفعل اهو. if it hadn't been for ادي would و have والتصريف التالت. طيب ادي had والتصريف التالت، الناحية التانية would و have والتصريف التالت. محدش ينسى لو سمحت، محدش ينسى لو سمحت. الحالة الصفرية الأولى الثانية الثالثة وبدايل if زي without but for unless. عندك in case of in case were should had، كل ده بدايل if، وكل ده لما بيجوا أول كلمة في الجملة معناهم لو أو إذا. وخلي بالنا unless عكس if يا إما معنى سلبي، معنى سلبي زي كلمة fail مثلا يسقط أو يفشل، أو جملة منفية. لازم جملة من الاثنين يكون فيهم نفي. نخش بقى يا جماعة على الدرس الثاني عندنا اللي هو يونت 8 المودال فيربس. المودال فيربس في يونت 8 اللي هو الأفعال المساعدة. must أول حاجة must يجب أن إلزام، بيجي وراها الفعل في المصدر، بتيجي مع القوانين. تمام، must بتيجي مع القوانين أو الأفعال دي. لما باجي أعزم على حد عزومة مراكبية زي ما بيقولوا كده، عزومة مراكبية. try visit come invite. try يعني يحاول أو يجرب، visit يدعو، come يأتي، وinvite visit يزور، come يأتي، invite يدعو. ومعاهم كلمة keep a secret. لقيت بعد النقط أي حاجة من دول keep a secret يعني يحفظ السر. لقيت بعد النقط أي حاجة من الخمس أفعال دول تمام عليك وعلى must. طيب في حاجة كمان must يا شباب، بص كلمة respect يحترم الآخرين، يجب علينا أن نحترم الآخرين، يجب على الطلاب أن هم يحترموا مثلا الآخرين عشان نبني مجتمع أفضل. فلقيت كلمة respect برضو عليك وعلى must. طيب النفي بتاع must mustn't، النفي بتاع must mustn't، تاني النفي بتاع must mustn't، تالت النفي بتاع must إيه يا جماعة؟ mustn't. فلو لقيت mustn't بتيجي مع أي حاجة ضد القانون أو سلوك خاطئ، أو بتيجي مع الكلمات دي forbidden banned prohibited illegal يعني غير قانوني، military area أو military area منطقة عسكرية تمام، أو كلمة no. كل ده بيجي مع mustn't، كل ده بيجي مع mustn't. دي معناها منطقة عسكرية، no لأ طبعا، forbidden محرم أو ممنوع، banned ممنوع، prohibited ممنوع أو محرم، و illegal يعني غير قانوني أو غير شرعي، وكلمة against the law يعني ضد القانون، against the law. كل الكلمات دي شفتها في أي جملة من الجمل اللي جابة mustn't. طيب نرجع بقى أو نيجي على have to أو has to. have to أو has to، have to بتيجي معناها يجب أن برضو، بس بتيجي مع مين؟ مع I أو we أو you أو they أو أي كلمة جمع. طب has to تيجي مع he أو she أو it أو أي كلمة مفرد. ركز معايا وركزي معايا لو سمحت. يجوا مع المتعلقات الشخصية يعني حاجة تخصني كبشر. يعني مثلا أنا رايح رحلة، I have to wear a good t-shirt when I go to the trip. محدش هيجي يقول لي يلا تعالى البس التيشيرت والكلام ده، لا. I have to wear a good t-shirt، أو البس تيشيرت كويس شكله حلو وأنا رايح الرحلة. طيب النفي بتاع have to don't have to. طب النفي بتاع has to اللي فيها اس التحقق doesn't have to. طب النفي بتاع had to اللي هي الماضي كان يجب أن didn't have to. طيب في حاجة كمان عندنا، حاجة اسمها need to. حاجة اسمها ايه؟ need to يعني يحتاج أن. النفي بتاعها don't need to مع I أو we أو you أو they أو أي كلمة جمع عاقل أو غير عاقل. طب doesn't need to مع he أو she أو it أو أي كلمة مفرد عاقل أو غير عاقل. طب didn't need to مع الماضي، يعني الجملة فيها حاجة ماضي وعايز أقول مش محتاج، يبقى didn't need to. طب عندنا كلمة رابعة وهي المعنى الحرفي بتاع need to أصلا النفي بتاعها needn't من غير to. اسمها ايه؟ needn't من غير to. طيب عندنا كام كلمة معناهم مش محتاج؟ 7. don't need to doesn't need to didn't need to. بس didn't ماضي يعني لازم الجملة يكون فيها حاجة ماضي. don't have to doesn't have to didn't have to we needn't. وما تنساش برضو ان didn't have to ماضي يعني لازم الجملة يكون فيها حاجة ماضي. اقول لك على المثال المشهور في حتة have to. you have to take your passport when you go to the airport. يجب عليك ان تأخذ الباسبور بتاعك وانت رايح المطار. محدش هيجي يضربك على ايديك يقول لك خد الباسبور، دي هويتك الشخصية، حاجة تخصك كبشر كإنسان لازم يبقى معاك في الشنطة.
فما تنساش المتعلقات الشخصيه بنحط have to او has to. كده احنا خلصنا من الحته دي. بص الجمله دي You needn't buy any bread. انت مش محتاج تشتري اي عيش. حمزه I have bought it. انا اشتريت. خلاص انا مشتري. مش محتاج. اي مش محتاج دي اللي هي needn't. طيب احنا قلنا دي كمان. بص بقى يا جماعه ماشي نقولها تحت. نيجي بقى عندنا حاجه اسمها a must او a necessity. اسمها it's a must to او it's a necessity او it's a necessity. تاني it's a must to أو it's a must to أو هنا عشان سؤال يعني فمعكوسة is it a must to. المهم يعني أنت must لو عايز تحط وراها to ما تنساش لازم قبلها و it is. ما تنساش معناها من الضروري أن أو من المهم أن. تمام. طيب necessity يعني ضرورة أو a necessity. ضرورة أو ضروري شيء ضروري يعني. خليها بقى دي ضرورة عشان تبان. اكتبها ضرورة بدل ما تاخد مننا مساحة. necessity. طيب ركز معايا لو سمحت. عندنا it's important to it's necessary to it's essential to. necessary هنكتب important الأول اللي الناس كلها عارفاه. important necessary essential. ثلاثة دول it's important to it's necessary to it's essential to معناهم من الضروري أن أو من المهم أن. كلهم وراهم to وبعد to الفعل في المصدر. ممكن تبدأ بيهم أي جملة حتى وأنت بتعمل باراجراف. طيب ركز معايا دلوقتي يا جماعة. لو أنا عايز أقول سوف يجب أن سوف يجب أن تمام will have to اسمها إيه؟ will have to. طب عايز فيها بدل will خليها won't بس كده. لكن في حاجة اسمها will must ما فيش حاجة اسمها will must. شكرا. طيب عندنا should يعني يجب أن للنصيحة وزيها كلمة ought to. should يعني يجب أن للنصيحة وزيها يعني زيها زي كلمة ought to تستخدم للنصيحة. طيب تعال نشوف. بصوا يا جماعة you should wash your hands with soap. تغسل إيديك بالصابون. طب حلو قوي. you shouldn't eat too many sweets. ما تاكلش حلويات كتير. حلو قوي. you ought to take part in the conference. يجب ان انت تاخد دور او تشارك في المؤتمر. friends should help each other in need. الصحاب لازم يساعدوا بعضهم عند الاحتياج. طيب كل ده بص يا جماعه مكتوب تقييمات الوزاره تقييمات الوزاره تقييمات الوزاره يعني ايه؟ يعني الامثله دي يا جماعه موجوده قدامك ممكن تجي لك في الامتحان عادي جدا ونخيرك بس في الحته اللي انا منولها لك لون مختلف. طيب خد بالك ان must لو انت عايزها في الماضي اسمها must have والتصريف الثالث. يعني الجمله فيها حاجه ماضي وانت مجبر تختار must هتبقى must have والتصريف الثالث. should عايزها في الماضي هتبقى اسمها should وهاف والتصريف الثالث. انما have to او has to لو انت عايزهم في الماضي هيبقى اسمها had to. هيبقى اسمها ايه؟ had to. طيب needn't لو انت عايزها في الماضي هيبقى اسمها needn't have والتصريف الثالث. يعني الجمله فيها حاجه ماضي فيها yesterday مثلا هتبقى needn't have والتصريف الثالث. طيب ركز بقى معايا يا شباب. should have والتصريف الثالث بتستخدم بمعنى كان المفروض تعمل كذا او الندم ندمان على حدوث شيء. يعني بص هنا You should have asked Magda for help with your homework. المفروض كنت تطلب المساعدة من ماجدة في الواجب بتاعك. يعني مثلا ممكن حد يقول لي I should have studied harder yesterday. بص وشي I should have studied harder yesterday because I failed the exam today. بسبب ان انا سقطت في الامتحان النهارده. المفروض كنت ذاكرت امبارح بجد انا النهارده سقطت. متضايق ندمان زعلان. طيب بص برضو عندنا had better had better would rather. اكتب لك كل الافكار بفكركم بكل حاجه بطريقه سهله وبسيطه. had better would rather معناهم يفضل ان. معناهم ايه؟ يفضل ان. بس خد بالك ان had better النفي بتاعها not. had better not. would rather not. مش wouldn't rather ولا hadn't better. لا معناهم يفضل ان. افعال مساعده بيجوا في الكلام زيهم زي must وshould والكلام ده. خدوا بالكم. طيب عندنا برضو عايز اقول امسح حد بس ما اقولش should. I advise you to. اقول ازاي؟ اقول له ايه؟
هقول له تاني I advise you to. طب لو هقول له لا ما تعملش كذا I advise you not to. كلهم وراهم الفعل في المصدر. كل اللي انا بقوله ده ورا الفعل في المصدر. جرامر يونت 8. طب بص دي it's inadvisable غير منصوح به. خلاص يا عم الناحيه الثانيه بدل should shouldn't. بس ما تعملش الحاجه دي. ما inadvisable يعني غير منصوح به، ما تعملش الحاجه دي. طيب كل الافعال المساعده يا شباب لو انت عايزهم في المبني للمجهول، يعني اول كلمه في الجمله بتاعتهم مفرد غير عاقل او جمع عاقل او غير عاقل، كل الافعال المساعده بيجي وراها الفعل في المصدر. بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. فهتحط وراهم بي وبعد كده التصريف الثالث للفعل. يعني جمله زي دي مثلا جايه لك في امتحان فري رايت بيقول لك ابدا كده، ابدا بيور روم. هتبص في الجمله في شود، خلاص يبقى يور روم شود بي كلين. لا التصريف الثالث اغلب الافعال بيبقى اخرها اي دي، كليند باي يو. بس كده. طب جه قال لك برضو حط لي باي. الجمله فيها شود، فيها ماست، ها فيها هاف تو، فيها هاز تو، فيها هاد تو، فيها نيد تو، فيها او تو، فيها اي حاجه من دول. هتروح عامل ايه؟ هتاخد الكلمه اللي بعد الفعل الفعل اهو، ودي الفعل المساعد اهو. خد الكلمه اللي بعد الفعل اللي هي المفعول ابدا بيها. هتبقى your room should be cleaned by you في الاخر. بس كده جرامر يونت 8 خلص. شكرا. تعالى لي بقى يا جرامر يونت 9 ال present continuous المضارع المستمر. present continuous يعني مضارع مستمر. بس انا يا جماعه يعني افعال الحب والكره والشعور والاعتقاد والتفكير والحواس ما بيجيش معاهم اي ان جي. present continuous المضارع المستمر عباره عن am او is او are وباخد الفعل احط له اي ان جي. تمام. كلمات الداله now الان، look انظر، listen استمع، today اليوم، tonight الليلة. today اليوم، tonight الليلة. at the moment في هذه اللحظة، at present في هذه اللحظة أو دلوقتي. تمام. these days هذه الأيام، still أو هؤلاء الأيام الفترة الزمنية دي يعني still still معناها ما زال. تمام. يبقى نقولهم تاني بقى now look listen at the moment at present today tonight be careful كن حريص be quiet كن هادئ. تمام. ولوك out احترس. و these days يعني هذه الأيام كل دول معاهم still بيجي معاهم أما وإذا وار ولا إن جي ما عدا الأفعال دي. بص أشهرهم أنا أقول لك أشهرهم smell taste. طبعا كل ده ما بيجيش معاه إن جي. كل ده كده كل ده ما بيجيش معاه أما وإذا وار ولا إن جي. كل ده أفعال الحب والكره والشعور والاعتقاد والتفكير والحواس. كل ده أقراهم سريعا like و love adore desire dislike أو hate enjoy feel hate imagine miss prefer want wish. want أصلا اسمها want to وwish يتمنى. ما بتدلش على الاستمرارية في حاجة. بعد كده hear الحواس بقى see look أشهرهم smell taste touch. عارفين يعني ايه ما بيجيش معاهم اي ان جي؟ يعني الجمله لو بدأ باي او وي او يو او ذي الفعل في المصدر. طب الجمله بدأ بهي او شي او ات او اي اسم مفرد عاقل او غير عاقل هتاخدهم تحط لهم كلهم اس التحقق بس. وبعد كده عندنا تاتش. طيب بيلونج اصلا اسمها بيلونج تو والله العظيم. تمام. كونسيست اصلا اسمها كونسيست اوف ما بيجيش معاها اي ان جي اصلا. بعد كده طبعا اشهرهم بيلونج تو consist of contain cost. طبعا have مهمه قوي hold include measure مهمة قوي وown مهمة قوي possess وweigh. طيب انزل بقى تحت كده بص belongs عشان باج مفرد شنطة عايد على it. الجدول ده يفهمك كل حاجة. الجدول الصغير ده الحلو ده بص have see look think weigh be اللي هو يكون. لو جايين بمعناهم الأساسي معلش بس ثانية ماشي امسح دي كده. لو جايين يا جماعة بمعناهم الأساسي تاني بنقول أهو لو جايين بمعناهم الأساسي سيبهم زي ما هم ما بتعملش حاجة. يعني إيه سيبهم زي ما هم ما بتعملش حاجة؟ يعني have هي جايب معنى يملك أو عنده I have an old bike أنا عندي عجلة قديمة خلاص معناهم الأساسي. طيب لو مش جايين بمعناهم الأساسي هتضطر تحط لهم أما وإذا وار ولا إن جي. يعني لازم تقرأ الجملة كويس. بص هنا I'm having lunch at home أنا أتناول الغداء في البيت. هنا we are seeing some friends at the club بنقابل صحابنا في النادي. طب هنا he is looking at the tree هو ينظر إلى الشجرة. هنا مش لوك جايب معنى يبدو جايب معنى ينظر. معناه الأساسي يبدو على فكرة مش ينظر. طيب بعد كده we are thinking about think طول ما وراها about أو وراها of
مش معناها يعتقد خالص، معناها يفكر فيه، طول ما وراها about أو وراها of. طيب the butcher is weighing the meat. الجزار يزن اللحمة. ركز معايا ركز معايا ركز معايا. لو بتوزن حاجة غير عاقل بتيجي مع أو إز وأر والأي إن جي. لو بني آدم سيبها عادي زي ما هي زي ما هي، إما أحط لها اس التحقق. طب إز وراها being بعد كده صفة معناها يكون. طب وهنا معناها يكون. أيوة، إيه الفرق؟ خد بالك بقى، بعد النقط في صفة الإجابة is being على طول. لو في الاختيارات is و is being وفي بعد النقط صفة الإجابة is being. تمام؟ لكن is لوحدها دي كده جاي بص بمعنى دائما. محمود دايما شخصية مساعدة، يعني ممكن تشيلها وتكتب مكانها always عادي أو is always، لكن هنا مش هتقدر تشيلها لأن هنا is وراها verb plus ing. فأنت خدها بقى قاعدة بالنسبة لك، بعد النقط في صفة الإجابة is being لو في الاختيارات بس. يعني في is وفي is being، الإجابة is being. يلا بينا كده. جرامر يونت 9 خلص. جرامر يونت 10. جرامر يونت 10 يا شباب كان عندنا 3 قواعد بالظبط. عندنا سيم 2 او سيم بس. سيم 2 يعني يبدو ان، سيم بس يعني يبدو ان بس بيجي وراها صفه، لكن سيم 2 كان بيجي وراها الفعل في المصدر. مين تو يعني يعني او يقصد، بيجي قبلها ام او از او ار او was او were لو الكلام ماضي وبعديها الفعل في المصدر. supposed to يعني من المفترض ان، وخدوا بالكم من كتابتها. تمام، قبلها ام او از او ار او was او were لو الكلام في الماضي وبعديها برضو الفعل في المصدر. تعال نقرا امثله. هنا مفيش غير انك تقرا امثله، مفيش حل غير كده. بص، سماح seems to be tired. سماح تبدو تعبانة أو مجهدة. The language lessons seemed to be simple. دروس اللغة تبدو بسيطة but they were challenging ولكن فيها تحدي، فيها صعوبة بعض الصعوبة. Turkish seemed to be easy. التركي يبدو إنه هو سهل at first but it needed practice. في الأول ولكن محتاج ممارسة. طيب هنا عايز أنفي seem. النفي يا إما don't يا إما doesn't على حسب اللي قبليها. قبليها I أو we أو you أو they تبقى، او هنا خلينا في دي تبقى don't seem. طب قبلها هي او she او it doesn't seem اهو، وكمل الجمله عادي. طب seem ممكن تيجي من غير to بس يبقى وراها صفه على طول. صفه اهي، صفه اهي. تمام، هنا في to لا خلاص ماشي. طيب mean to اهو، نقرا الثلاث امثله. The story is meant to. القصه المقصود منها teach a lesson، ان هي تعطينا درس او تدينا درس. They were meant to arrive by now. المفروض او المقصود او من المتوقع ان هم كانوا يوصلوا. طب هنا the jogging activity يعني النشاط بتاع المشي was meant to help the narrator get healthier. كان المفروض او كان المقصود منه، المقصود افضل كمان عشان هي معناها الحرف كده، المقصود منه ان هو يساعد الناريتور الراوي ان هو يبقى بصحة افضل. سيبك من هنا من دي، من المفترض دي، من المقصود ان، عشان ما حدش يتلخبط معاه ومع supposed to. هي ليها معنى تاني بس هي دي الافضل. من المقصود ان او يعني او يقصد. ده بالنسبه لمين تو. طب من المفترض ان بقى او المفروض، لما تيجي تقول لنفسك المفروض، طبعا احنا كنا بنقول should او ought to. طب هنا هتقول supposed to لو هي موجوده في الاختيارات او موجوده في سؤال ري رايت وبيقول لك حطها. بس ما حدش ينسى ان supposed to لازم قبلها am او is او are او was او were اهو. بص، وبعديها to وبعديها الفعل في المصدر. مصدر 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 مصدر، كل ده معناه من المفروض أن. أو students are supposed to arrive on time. الطلاب المفروض يجوا في الوقت المحدد. We are supposed to follow the rules in class. المفروض نمشي ورا القواعد أو القوانين في الفصل. rules اللي باليو معناها قواعد أو قوانين، إنما الرول اللي بالأو معناها دور. دور لطالب مثلا في مجموعة، دور لمواطن في المجتمع بتاعه. People were supposed to use their free time in a better way. المفروض الناس يستخدموا أو الناس من المفترض أن يستخدموا وقت فراغهم بأسلوب أفضل. حسام was supposed to gain strength. strength يعني إيه يا جماعة؟ strength بص فيها كأن فيها كي. strength يعني قوة. gain strength يعني يكتسب قوة from his training من تدريب. but it was difficult ولكن صعب. بعد كده I'm supposed to cook dinner on Monday evenings. المفروض إن أنا أعمل العشاء كل يوم اثنين بالليل. بس كده، ده جرامر يونت 10. جرامر بقى يونت 11 أبسط منه مش هتلاقي. used to معناها معتاد أن يفعل شيء في الماضي، بيجي دايما وراها الفعل في المصدر. النفي بتاعها didn't used to ووراها الفعل في المصدر. used to دي يا جماعة فعل مساعد، حطها تاني كلمة في الجملة دايما. تمام؟
طب عايز تحطها في السؤال، بيجي في السؤال معاها did، بعد كده الضمير او الاسم، بعد كده use to، بعد كده المصدر، يبقى اسمها used to، اسمها used to، بيجي وراها الفعل في المصدر. طب عايزها نفي يبقى didn't use to من غير الدي وراها المصدر. طب عايزها في السؤال أداة الاستفهام، بعد كده did، بعد كده الضمير أو الاسم، بعد كده use to، بعد كده المصدر، وكمل سؤالك. طب عايز تبدأ السؤال بدid يبقى سؤال بهل did، بعد كده الضمير أو الاسم، بعد كده use to، بعد كده الفعل في المصدر، وكمل السؤال. طيب كل بقى دي أمثلة بقى، بص كل دي أمثلة. دي used to، ما هنا but now، but now يعني ولكن دلوقتي، اللي ورا but now مضارع. ليه؟ ليه مضارع؟ ما بقول لك now دلوقتي. لو في هي او شي او ات هتاخد الفعل تحط له اس تحقق. لو اي او وي او يو او ذي سيب الفعل زي ما هو اهو، زي كده، زي I love بس. طب هنا I didn't used to drink coffee when I was younger، ما كنتش متعود اشرب قهوه وانا صغير. طيب في حاجه اسمها never used to، في حاجه اسمها never used to، ما كنتش بعمل الحاجه دي، بدل ما تقول didn't use to في حاجه اسمها never used to. طب في حاجه اسمها used to قبليها am او is او are او was او were او get GET او become BECOME، وبعد كده verb plus ing او noun، في حاجه اسمها كده، معناها ايه؟ معتاد ان يفعل شيء في الماضي وما زال يفعله، لسه بعمل الحاجه دي لحد وقتنا ده اهو. أشرف was used to walking for an hour every day، أشرف كان متعود يمشي لمدة ساعة يوميا ولسه لحد دلوقتي بيعمل الحاجة دي. طب هنا أحمد was used to the quiet life، أحمد متعود على الحياة الهادية زمان ودلوقتي، تمام؟ of the village. quiet life يعني طبعا ده اسم غير عاقل، the quiet life. طيب عكس used to مين بقى يا جماعة واحنا قاعدين بنذاكر؟ عكسها no longer او anymore. no longer او anymore يعني هو جاي جايب لك جمله بيقول لك حط فيها no longer، هتشيل used to تحط no longer، بس no longer مضارع، ما انا بقول لك عكسها معناهم لم يعد. لو هتبدا الجمله I we you they يبقى no longer فعل في المصدر. هتبدا الجمله he she it او اي مفرد عاقل او غير عاقل يبقى no longer حط اس التحقق للفعل. طب عايز تحط anymore بتيجي مع النفي. يعني بص I او we او you او they او اي كلمه جمع don't، الناحية التانية anymore أو any longer، ممكن تقولها anymore أو any longer على حسب اللي هو كاتبها لك في السؤال. طيب عايز تحط هي أو she أو it يبقى هي أو she أو it أو أي كلمة مفرد doesn't drink Pepsi، بعد كده anymore أو any longer، اللي يريحك أو اللي يريحك بس. ودي مثال أهو، ودي مثال أهو زي ما احنا اتكلمنا. طيب قلنا بتاعت used to، وقلنا بتاعت ان am او is او are او get او become او was او were وراهم used to، بعد كده بناخد الفعل نحط له ing. قلنا كل ده من اول مره. مين بقى بديل used to يا جماعه؟ مين بديل used to؟ بديل used to، بديل used to، بديل used to would. يعني لو used to موجوده في الجمله غلط اختار would بيجي وراها الفعل في المصدر. when I was young مفيش used to في الاختيارات، مفيش، مش كانها مش موجوده، يبقى الاجابه would والمصدر بس. طب موجوده use to، used بس، using، uses غلط، كل ده غلط، هي اسمها used to. طيب يبقى would بديله لمين؟ used to. خد بالك بقى ان used to ما بيجيش مع always او usually، تمام، او sometimes او often او never، دول ظروف تكرار مش هيجي ورا used to. يعني اقول I used to often مفيش حاجه اسمها كده، to بيجي وراها الفعل في المصدر، ما ينفعش. فمين اللي ممكن تيجي معاهم؟ would كده كده هتحطها تاني كلمه في الجمله، وبعد كده always او usually او sometimes او often او never، اي حاجه من الخمسه. always دائما، usually عاده، sometimes احيانا، often غالبا، و never يعني ابدا، وبعد كده الفعل في المصدر. طيب used to بقى يا جماعه ممكن يجي قبلها am او is او are او was او were او get او become وبعديها الفعل في المصدر، ودي حاله شاذه بس بشرط الحاجه اللي بادئ بيها الكلام استخدامها ما اتغيرش. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك نايف، السكينه اصلا بنعمل بيها ايه؟ بنقطع بيها الاكل، ده استخدامها الاساسي صح؟ حلو. بص a knife is used to cut بس كده. طب لو used for خلاص اي حرف جر في الانجليزي زي ما مدربكم يا جماعه، زي مدرب طلاب السناتر وطلاب الاونلاين، اي حرف جر في الانجليش هتجيب وراه فيرب، خد الفيرب حط له اي ان جي، زي ما حتى ما قلنا في قاعده اف without او but for اللي هم بدايل اف. طيب محدش ينسى الاستخدام ما اتغيرش، يعني السكينه استخدامها الاساسي ان انا بقطع بيها الاكل او الخضار الفاكهه، خلاص يبقى الفعل في المصدر. لكن مثلا قلت a knife is used to killing people، هقول killing بقى، هو السكينه اصلا هستخدم بيها عشان اقتل بيها الناس، فخلاص حطيت لي الفعل اي ان جي عادي. لكن استخدامها الاساسي ما اتغيرش، ما اتغيرش حاجه، وما تحطش اي حاجه. طيب نيجي بقى على اخر درس عندنا يا جماعه في المنهج، الفيوتشر بيرفكت اللي هو المستقبل التام.
will وهاف والتصريف الثالث للفعل. لان هنا بنتكلم على الشيء الاساسي، بس خلي بالك احنا هنا كان عندنا will، عشان بس كل الناس تبقى عارفه نكتبها هنا. كان عندنا will وكان عندنا going to. افكركم بقى بالحاجه دي سريعا. going to معناها سوف، وwill معناها سوف. will كان فيها 12 حاله، going to كان فيها 4. going to يا جماعه كانت بتيجي مع decision اللي هي DECISION يعني قرار، او decide to يقرر ان. intention اللي هي نيه INTENTION او intend to ينوي ان. طب plan اللي هي خطه PLAN او plan to يخطط ان. الست كلمات دول لو موجودين في الجمله الاجابه going to. going to عشان تيجي في الكلام لازم هنا كده قبليها am او is او are، وبعد كده going to، بعد كده الفعل في المصدر. الحاجه الرابعه going to لازم يجي معاها في الجمله سبب، زي ما بتستخدموها في الباراجراف وبتقول I'm going to talk about، انا سوف اتكلم عن كذا. فجونج تو بيجي معاها سبب. يعني مثلا بقول لحد ايه the sky is cloudy، السماء مغيمه، it's going to rain، او so it's going to rain، هتمطر. اي حاجه بره الاربعه دول يا شباب الاجابه will. تمام. تعالى بقى هنا على الحته دي، في حاجه كان اسمها ترتيبات. قبل بس ما اقول الحته دي، كان في حاجه اسمها ترتيبات اللي هي كلمه arrangements. كلمه arrangements دي يا جماعه موجوده في جرامر يونت 9 برضو، بس انا بقولها لك هنا اهو. arrangements ماشي اوكي. arrangements يعني ترتيبات. لو لقيت في الجملة يا جماعة الكلمة دي arrange بقى، arranged، arranging، arranges، arrangements، arrangement، ترتيبات مستقبلية بنحط am أو is أو are وبناخد الفعل نحط له ing. طب الترتيبات دي زي إيه؟ زي السفر، زي ما أقول مثلا flying، I am flying to London، أنا هسافر لندن، أو I am traveling to London. السفر ده ترتيبات، أنا مش هسافر يلا بينا، أنا مسافر، أنا بجهز باسبوري، بجهز شنطتي، بجهز تذكرتي، بجهز كل حاجة. طيب عندك برضو زي مثلا الجواز، أنا مش يلا هتجوز، لا. طيب زي المقابلة، ودي بتيجي كتير اللي هي كلمة meeting، ممكن نكتبها هنا كلمة meeting. مقابلة. فلو سمحت لو ميتنج موجودة في أي جملة من الجمل الإجابة أم أو إذا وآر والآي إن جي، أو لو موجودة في الاختيارات الإجابة أم أو إذا وآر والآي إن جي. حاجة كمان برضو يا جماعة لكل الناس، لو أول كلمة في الجملة مفرد وغير عاقل وليها جدول مواعيد، زي السينما، زي الحصة الليسن، ليسن اللي هي LESSON ماشي، زي بلين اللي هي الطيارة PLANE، زي مثلا القطر ترين، أو زي الأتوبيس بس. حاجة ليها جدول مواعيد، أول كلمة في الجملة هو مفرد وغير عاقل وليها جدول مواعيد، يعني هتاخد الفعل تحط له اس التحقق. هتاخد الفعل تحط له ايه؟ اس التحقق. لو حد نسي بص في آخر الجملة هتلاقي الوقت مكتوب أرقام مش حروف، هتلاقي الوقت مكتوب أرقام مش حروف، هتختار الفعل اللي آخره اس التحقق. يعني مثلا the plane leaves، الطيارة تغادر مثلا at 6 o'clock، هتلاقي 6 بقى مكتوبة 6 نقطتين فوق بعض، بعد كده 0 0، ده هتلاقي الوقت مكتوب بالرقم كده. طيب كان عندنا بقى حاجة كمان، عندنا دلوقتي لو حدد وقت معين في المستقبل أو فترة زمنية في المستقبل، تمام، من غير كلمة باي، يعني من غير باي دي، من غير باي دي كده، هنحط will be والاي ان جي. نحط ايه يا جماعة؟ will be وهاخد الفيرب احط له اي ان جي، هاخد الفيرب احط له ايه؟ اي ان جي. طب في باي، باي بتيجي مع المستقبل التام اللي هو will وهاف والتصريف الثالث. ادي باي، بص باي باي، ودي باي ودي باي، بس كده. يبقى لو في فترة زمنية في المستقبل ومفيش باي يبقى will وهاف والتصريف الثالث، will be والاي ان جي. طب مفيش وفي باي، في باي يا جماعة هتروح عامل كده will وهاف والتصريف الثالث. استنى الأولى، will وهاف والتصريف الثالث. طيب بص كده يا جماعة، will وهاف والتصريف الثالث اهي، دي will وهاف والتصريف الثالث بس. اوكي طيب احنا عايزين نغير لونها، خلاص مش مشكلة، ممكن نخليها دي، هتبقى will وهاف والتصريف الثالث للفعل. طب انت عايزها مبني للمجهول، أول كلمة في الجملة لو مفرد غير عاقل أو جمع عاقل أو غير عاقل هتروح للمبني المجهول، هتبقى will وهاف وبن والتصريف الثالث، زي ما انت شايف المنظر اللي قدامك ده، will وهاف وبن والتصريف الثالث. طيب هنا باي 2024، بس طبعا هنا بقى يعني احنا مش في 2024، وعشان الدرس ده موجود في المنهج يعني بقاله سنين،
بس هنا باي مثلا 2028 خليها 28 يبقى the government will اهي will have built الحكومة هتبني a new city مدينة جديدة. طب هنا come to my house at 8 o'clock because I will وهاف التصريف الثالث ليه بقى؟ عشان by then يعني بعد ذلك الوقت أو في الوقت ده. by then يعني بعد ذلك الوقت. طب هنا in 4 years time لقيت in وراها أي فترة زمنية وبعد كده كلمة time الإجابة will وهاف التصريف الثالث لو موجودة في الإجابة. طب لو في will be والاي ان جي لا لسه قايلها لك من شويه هتختار will be والاي ان جي. طب ما فيش will be والاي ان جي ودي اللي موجوده هتختار دي. وخلي بالك الدرس على دي الدرس على دي. طيب في حاجه برضو كمان كل دي بقى دي امثله عايز اوريكم حاجه. ايوه جالك بقى سؤال ري رايت يا شباب بيقول لك ايه the students will take the monthly test مثلا at 1st April وراح جاي قايل لك كده ما بين قوسين لو سمحت حط باي بس او باي ذا تايم يبقى راجل طيب يعني. او زي ما هو كاتب كده بيفور اي حاجه من الثلاثه دول والجمله ذات نفسها فيها ويل هتروح انت عامل ايه؟ هتيجي على ويل هتخليها ويل وهاف والتصريف الثالث يعني هتكتب نفس الجمله بس هتيجي تبدا بيها the students will have بدل تيك خليها تيك توك اللي هي تي دبل او كي تيكن التصريف الثالث. the monthly test هتيجي بقى عند هتروح شايل اللي هي دي كده هتروح شايل او ان مثلا هتروح شايل ان اون مثلا يا عم هتروح شايل اون وكاتب بقى ايه يا اما باي 1st April باي يعني والمده او بيفور والمده او باي ذا تايم والمده. وخلي بالكم ان باي ذا تايم اكتر واحده بتتكرر فيهم اكتر واحده بيفور وباي ذا تايم معناهم قبل. خدوا بالكم لو سمحت لو جبت لك اي سؤال ري رايت وبقول لك حط حاجه من الثلاثه دول خد بالك ان انت هتحط ويل وهاف والتصريف الثالث للفعل. وفي حاجه كمان بقى هنا مضارع اهو مضارع بكمل مضارع. طب لو في مستقبل اجري اختار المستقبل لان المستقبل كمعنى اقوى واصح واشمل واعم. المستقبل كمعنى اقوى واصح واشمل واعم سواء ويل والمصدر او لو موجود ويل وهاف والتصريف الثالث للفعل. فبليز محدش ينسى ان ويل وهاف التصريف الثالث القاعده الاساسيه هنا بيجي معاها باي وفتره زمنيه في المستقبل. بكده نكون خلصنا مراجعه الجرامر بتاعنا مراجعه الترم الثاني للوحدات من يونت 7 ليونت 12 وقلنا كل التفاصيل في الجرامر ومحدش يقدر ان شاء الله يقف معاه اي سؤال في تشوز او ري رايت يخص الجرامر. سلام.